بهذه الأيام بما أنه غلبت الدنيا على نفوس أكثر الناس والتربية أصبحت نادرة في المجتمع، والأخ أصبح كمان نادر. الأخ الآن أصبح نادر. الله يرضى عن شيخنا، مرة كان درس يا جامع يلبغة، حضر فيه ما يزيد عن 15,000 إنسان، جوا وبرا، مسيحية وإسلام ودولة وكذا. لما طلعنا من الجامع اللي طلع معي، طلعت معه بالسيارة، قال لي ابني شو بتقدر يلي كانوا بالدرس؟ جامع ما في محل واحد يحط اجره، لا جوا ولا برا ولا. والله سيدي أنا على تقديري ما بين 15 و 20,000. قال لي خلينا ناخذ العدد الأصغر 15,000. قال لي كم واحد بتفكر بيطلع من 15,000؟ كم أخ من 15,000؟ كلهم أحباب، كلهم أقل عدد بيطلع 12 13,000. قال لي والله يا ابني أتمنى من هالجامع كله يطلعوا 2 من كل هالجامع، بتمنى يطلعوا 2. يا سيدي والله في إخوان حياتهم كلها. قال لي ابني أنتوا تسمعوا الكلام، أما الشيخ بيعامل على نبضات القلب. قال لي بتمنى 2 يطلعوا من هالجامع كله. قال لي ما 2، والله واحد بكون أنا ناجح. إذا واحد طلع من 15,000 بكون أنا ناجح. الله أكبر. هذا بوقت اللي كان شيخنا يقول والله يا ابني في عندي من الإخوان ما لو توجه على جبل بيزيله من مكانه. أخوان إلن حال قال إيه واحد، فنحن شو بدنا نحكي إلا